أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. زيادة عامة في الأجور بالمغرب. لكن قبل الخوض في التفاصيل تسهل الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة يصلكم كل جديد أخبار المغرب. وفي التفاصيل، توصلت الحكومة ممثلة في رئيسها السيد عزيز أخنوش والنقابة المركزية إلى اتفاق هام في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام وتعزيز الدخل الفردي. ويتضمن الاتفاق ثلاث نقاط رئيسية. أولا، زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، وستشمل هذه الزيادة جميع العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، وستكون قيمة الزيادة 1000 درهم صافية شهريا. وسيتم تطبيق هذه الزيادة بأثار اندشاء من شهر يناير 2024. ثانيا، تخفيض الضريبة على الدخن، وسيتضمن التخفيض فئة متوسطة الدخن، وسيصل التخفيض إلى 400 درهم شهريا. سيتم تطبيق هذا التخفيض لأثار اندشاء من شهر يناير 2024. ثالثا، رفع الحد الأدنى للأجرة. سيتم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10%، وسيتم رفع الحد الأدنى للأجر في قطاع الفلاحة بنسبة 10%، وسيتم كذلك تطبيق هذه الزيادة بأثر اندشاء من شهر أبريل 2024.